اي واحد عنده سيرفيس كيبيع سمسار. باش تحشم تقول على عمر حفظي سمسار. دونك راه شحال من واحد دابا في هذه الوقيته اللي انا كنصور لك هذا الفيديو هذا كيقلب على المشروع ديالك ولكن ما لقاكش. كلشي كيعرف عبد الاله مول الحوت، الدري ولد مراكش اللي انتشر بواحد الطريقه اللي هي فيروسيه. بغيت نسولك واحد السؤال، كون ما كانتش السوشيال ميديا واش كنتي غتعرف واحد الدري سميتو عبد الاله كاين في مراكش كيبيع الحوت ب5 دراهم؟ ما كنتيش غادي تعرفو. هادشي علاش بغيتك انت تركز مزيان على السوشيال ميديا باش تبني واحد المشروع ديالك اللي غادي يكون ناجح. اي مشروع دابا حاليا عندك او عند اي واحد سواء حلاق خدار اي حاجه راك محتاج السوشيال ميديا باش توصل لواحد الفئه ديال الناس باش انهم يشريو من عندك. ونسى عليا الطريقه التقليديه لانك تفتح واحد المحل وكتسنى الناس انهم يجيو هما لعندك. بالعكس دابا حاليا في العصر ديال الرقمنه وليتي انت خاصك تدخل عنده للدار. السيد شاد التليفون في يدو خاصك تدخل انت للدار ديالو ويشوفك في الدار ديالو باش ممكن انه يجي عندك ويشري من عندك. فدابا انت حاليا الا قلنا لك انت ولد مراكش او ولد اي مدينه وعندك واحد بحال عبد الاله، واش غادي تمشي تشري من عنده ولا ما غاديش تمشي؟ بطبيعه الحال غادي تمشي ولو انه يكون بعيد عليك بواحد 5 كيلومتر غادي تمشي. نعطيك عاوتاني براند اخر. انا براسي ما كنتش غادي نعرف واحد البراند سميتها باللبن وما كانت السوشيال ميديا ما كنتش غادي نعرفها. وبلاش كنت انت كتعرف دابا باللبن كاينش اللي ما كيعرفهاش لان دارت شي واحد الانتشار فيروسي ودابا واش كتحل الفروع في افريقيا كامله. كيف ما كنت النهار اللي فتحات في كازا راه تسد الدرب كامل تسد. علاش؟ لانهم اعتمدوا على السوشيال ميديا. وداكشي اللي بغيتك دير انت دير واحد الخطه للمشروع ديالك في السوشيال ميديا باش توصل لواحد الفئه ديال الناس. دونك بقى معايا في هذا الفيديو هذا اللي غادي نعطيك واحد الخطه خطيره جدا باش انك تخدم على السوشيال ميديا ديالك. كل عام كنلاحظوا كيحلوا بزاف ديال المحلات وكل عام كيسدوا بزاف ديال المحلات. علاش؟ ماشي من عندهم المنتوج عيان او لا الديزاين ديال المحل خايب ولا الى اخره، لا، ولكن عندهم مشكله في الماركتينغ او في جلب الزبائن. الناس دابا ولاو الاغلبيه كيشريو اونلاين. دابا انت فاش كتحل واحد المحل وكتبقى تسنى الناس يجيو عندك هذا راه غلط كبير. اللي كيبيع اكثر راه ماشي هو اللي عنده واحد الجوده اللي هي واعره، ولكن اللي كيبيع اكثر هو داك السيد اللي معروف. نعطيك انت عندك احسن جوده احسن سيرفيس احسن كواليتي عندك ولكن انت ما معروفش، ما كيجيوش عندك الناس. واحد اخر عنده كواليتي هابطه ولكن معروف في السوشيال ميديا. دونك الناس غادي يمشيو عنده انت ما معروف. دونك راه شحال من واحد دابا في هذه الوقيته اللي انا كنصور لك هذا الفيديو هذا كيقلب على المشروع ديالك ولكن ما لقاكش. خاصك تكون حاضر في السوشيال ميديا. وإلا سولتك دابا حاليا وقلت لك شكون هما المشاريع اللي كيبانوا لك ناجحين، بطبيعه الحال ضروري غيكون عندهم تواجد في السوشيال ميديا وانت غتكون عرفتيه اصلا اترافير انستغرام ولا تيك توك ولا فيسبوك. ضروري حيت حاليا كما قلت لكم الا ما كتخدمش على السوشيال ميديا ديالك راه المشروع ديالك كيموت وانت ما حاسش. دونك شنو هو الحل باش انك تخدم على هاد الامور هادو؟ اول حاجه خاصك تواجد واحد التواجد اللي هو قوي على السوشيال ميديا، انستغرام تيك توك فيسبوك. غتبدا تنزل محتوى على المشروع ديالك. شوف واخا تكون اللي عندك صالة سبور ريستورون خدار حلاق سمسار. على ذكر سمسار تبارك الله عمر حفظي باش خدام دابا تبارك الله سمسار. حنا نقولوا سمسار بين قوسين سمسار. باش تحشم تقول على عمر حفظي سمسار ما شاء الله. علاش؟ لانه عنده واحد التواجد واحد الحضور قوي في السوشيال ميديا وكيسوق بالمحتوى. وهذا الشيء اللي بغيتك دير انت انك تسوق بالمحتوى. هضر على البروجي ديالك ما تحشمش. هز التليفون ديالك صور فيديوهات ديالك وحطهم في فيسبوك في انستغرام ديالك. وبهذه الطريقه هذه كتوصل لواحد الفئه كبيره ديال الناس وكيوليو هما نهار كيفكر انه يبغي يتماشى مع حلاق. انا كل نهار كنشوف واحد الحلاق عندنا في الدرب ولا في واحد البلاصه اللي بعيد كنشوف الطريقه كيفاش كيتعامل مع الكليانت طريقه الحلاقه ديالو زويونه. فراسي واحد النهار غادي نبغي نحسن غادي نمشي عنده. علاش؟ واخا يكون واحد عندي في الدرب انا ولكن ما كنعرفوش ما كنشوفوش ما كنشوف الطريقه ديالو التعامل ديالو كيفاش كيحسن الناس كيفاش كيبريزونطي راسو ما كنشوفوش. ولكن هذاك اللي كنشوفه انا في السوشيال ميديا غادي نمشي عنده وغنخلي واحد حدايا. دونك ضروري تسوق بالمحتوى. شد التليفون ديالك ما تحشمش كيف ما قلت لك. شد التليفون صور المحتوى ديالك وحط واحد الاستراتيجيه ديال النشر في السوشيال ميديا والتوقيت الى اخره. وبهذه الطريقه هذه كتبني واحد الثقه مع الزبائن ديالك. كيوليو يشوفوك كيعرفوك تولي بحال واحد منهم. يعني كيشوف داك الامور ديالك كامله اللي كتحط كيولي يثيق فيك. دونك هنايا راك بنيتي واحد تراست واحد الثقه ما بينك وبين ديك العميل قبل ما يجي عندك حتى المحل. يعني قبل ما يحط في المحل اصلا ديجا هو جاي شاري في دماغه. علاش؟ لانه ديجا شافك وعارفك العلامه التجاريه ديالك. دونك كيفاش تبدا؟ كما قلت لكم اول حاجه اللي هي خصك تخدم على السوشيال ميديا. غتمشي تفتح باج ديالك فيسبوك انستغرام تيك توك تقاد اللوغو ديالك واحد الهويه بصريه ديالك اللي كتماشى مع البراند ديالك ولا مع المحل ديالك وبدا تنزل محتوى على السيرفيس ديالك في وسط لاباج ديالك انستغرام تيك توك وخلي داك الفيديوهات يوصلوا للناس. من بعد ممكن انك تستعمل الاعلانات المموله لان تصرف واحد شويه في الاعلانات ماشي بالضروره تصرف الملايين. تقدر $2 $3 في النهار باش توصل لواحد الفئه مستهدفه. وهنا كيجي الدور ديالي انا ممكن انني نعاونك في هذه القضيه هذه انني نستهدف لك الناس اللي هما مهمين. شوف دوك الناس اللي كاينين في فيسبوك قادر انا نحطهم لك قدام المحل ديالك. دونك تواصل معايا لتحت وغادي نقاد لك واحد الخطه واستراتيجيه اللي واعره بزاف. دونك ما تخليش المشروع ديالك كذا لان المنافسين ديالك ولاو كثار ولاو كينافسوا في السوشيال ميديا ناس خدامه وانت جالس المشروع ديالك كيموت. قبل ما نساليو هذا الفيديو هذا هبط دابا لتحت للتعليق وكتب لي شنو هو المشاكل اللي كتواجههم في المشروع ديالك. كيف ما قلت لك المشروع ماشي ضروري يكون واحد المشروع اللي واو صارف عليه الملايين. اي واحد عنده سيرفيس كيبيع
وكيشري، يعني كيحتاج كليان كيف ما كان، كيف ما قلت لك خضار حلاق قلاي، راك محتاج السوشيال ميديا. هبط دابا لتحت لي كومونتير وكتب لي شنو هو المشاكل اللي كتواجههم انت في الاستراتيجيه ديالك في التسويق عبر السوشيال ميديا. وكيف ما قلت لك تواصل معايا غادي نعاونك مزيان في هاد الامور هادو، ونخليو الناس كيف ما قلت لك كاملين اللي في فيسبوك، يعني الناس اللي كيسكروليو في فيسبوك كلهم يجيو عندك قدام المحل. السلام عليكم.